صباح الفل على حبايبنا. النهارده انا في العاصمه الاداريه. بصراحه المنظر هنا تحفه. مشاريع شغاله 10/10. كل حاجه على اكمل وجه بصراحه. الامور مية مية بصراحه. هوريكم الصور كده على الطبيعه. بصوا بصوا في الكاميرا. بص دي حي البنوك، وده حي البنوك اللي قدامكم دوت. مجلس الشعب في الوش على طول اهو، لو شايفينه عشان الدنيا شمس بس. ورانا هنا هو البنك المركزي، حاجة تحفة معمارية، شجر، شغل عالي. موضوع هنا كبير، في وزارات اشتغلت وفي وزارات لسه ما جاتش. على حد علمي بيقولوا ان مجلس النواب ان شاء الله هيبدأ قريبا. شوف الخضرة وجمالها ومية الدنيا هنا جميلة بصراحة. بعيدة شوية بس المواصلات سهلت الدنيا كلها، الأمور أحسن. الدنيا هنا مية مية بصراحة والله، بدون مجاملة، يعني شغل 10/10. شركات شغالة على أكمل وجه. بصراحة شركة المقاولين العرب على رأسهم فعلا. شغالة واخدة يعتبر معظم الشغل في العاصمة الإدارية اللي أنا أنتمي ليها، وأفتخر طبعا إن أنا أحد أبناء شركة المقاولين العرب. الأمور هنا بصراحة 10/10. مش عارف أقول إيه، بس يعني كل حاجة كويسة بصراحة، يعني مش لاقي حاجة أقول. يعني بصوا مجلس النواب أهو قدامكم في الوش، لو أنتوا تاخدوا بالكم بص في الوش أهو. الموضوع هنا بقى كبير، يعني حي الوزارات لوحده، إدارة البنوك، منطقة البنوك لوحدها، منطقة السكنية لوحدها، كل حاجة، يعني بص كل حاجة لوحدها. يعني الموضوع مدروس ومرسوم على أكمل وجه، مش اللي هو كده وخلاص. لا، الموضوع ان انت الوزارات لوحدها خالص في منطقة لوحدها، في مجمع كافيهات، مجمع مولات، كل حاجة. يعني كل ما هتتخيله موجود هنا في العاصمة الإدارية. دولة تاني، دولة على تراث حديث، على أكمل وجه، من كل حاجة. أنا يعني بصور لكم حاجات بسيطة كده على حد ما أنا ماشي أو اتجاه لمكان شغلي، لأن هنا المكان كبير، المكان كبير جدا، وعشان أصور وأجيب شغل تاني أو أوريكم حاجات تاني جميلة أو الدنيا ما شاء الله. يعني مش عارف الواحد مش بيمجد أو بيقول كلام في الهوا. لا، اللي جه هنا شاف الحاجة على الطبيعة. لو تاخدوا بالكم في المونوريل اللي قدامي اهو، هو بعيد شوية بس ممكن اللي يدقق يلاقيه. الموضوع هنا حلو بصراحة. يعني كل حاجة هنا جميلة، والمية هي ما شاء الله بص في كل حتة مياه ونافورة. موضوع كبير، موضوع كبير يا جماعة. وربنا يحفظ بلدنا يا رب، ويحفظ شعبها، وكل سنة وانتم طيبين. وأتمنى إن الناس كلها تخاف على بعض وتحافظ على بعض. إن الموضوع ما بقى صعب قوي، ما حدش بيحب الخير لحد ليه يا جماعة، والناس بقت تكره بعض. يعني أتمنى بجد بجد من ربنا ان الناس تحب بعض. احنا في ايام مفترجه، محدش يعني يفكر ان هو انصح من التاني. والله يا جماعه ما في حد انصح من التاني، كلنا شبه بعضينا، كلنا لازم نحب بعض. خافوا على بلدكم، التجار اللي عماله تغلي في الحاجه 3 اضعاف. يا عم انت بص لربنا، في ربنا هتتحاسب ان انت بتغلي كل يوم حاجه، بتغلي والناس ما بقتش لاقيه. اتمنى ان الناس تفوق، بجد الناس لازم تفوق، لان الامور بقت صعبه. وربنا يحفظنا، وكل سنه وانتم طيبين يا رب، ويحفظ بلدنا، ويحفظ الشعب المصري وربنا يا رب يسترها معانا يا رب.
ويكرمنا ويصلح حال الناس جميعا، وعيد أضحى مبارك على الجميع. وأتمنى إن تكون الجولة البسيطة اللي أنا وريتها لكم دي تعجبكم. السلام عليكم.